fear of missing out. لو قدرتي تلعبي عليها عند العميل بتاعك هيشتري منك. طب بنلعب عليها ازاي؟ العميل لازم يحس ويتاكد انه في حاجه ناقصاه، واللي ناقصه ده عندك انت، وانه من غير الحاجه اللي هي عندك انت دي هو في خطر كبير او هيخسر حاجه. ده اللي هيحركه. والله احنا عندنا 1 2 3 4، ولازم مش بقول كل اللي عندي مره واحده. هو انا مش قعدت مع العميل وسمعت الحاجات المشاكل اللي مضايقاه وقدرت افصل له حل بيناسب الحاجات بتاعته؟ مفيش حد ثاني بيعمل كده. كل الناس بتقول لك انا سعر المنتج ثابت، سعر الشحن ثابت اينما كنت، المنتج بتاعي بيعمل 1 2 3 4. انما انت فصلتي له حاجه على مزاجه، احتماليه انه يقفل البيعه معاكي كبيره جدا. لو لعبتي بقى على حته الثقه تبني، اصله مفيش حاجه اسمها هيخش من اول اجتماع يشتري منك. احنا قلنا بيشتروا بعد كام اجتماع او بعد كام كول؟ 7. في ال7 دول احنا هنقعد نبني في ثقه. فهمت الشخصيه بتاعته، شخصيه مرحه ولا شخصيه بتدي اوردرز ولا كسبت الثقه بتاعته، قدرت افهم البين بوينت بتاعته مشاكله فين، وعرفت ان هو معاه بادجت وان هو معاه فلوس وان هو لازم هيشتري ومشاكله ايه.